بتبدأ الحكاية بمجموعة من الشباب وكانوا بيتكلموا عن البرامج اللي انتشرت اليومين دول، ومنهم برامج الوزن والسعرات الحرارية. وفي واحدة فيهم لقت برنامج اسمه العد التنازلي، ولقت مكتوب في الوصف بتاع البرنامج إن البرنامج بيعرف ميعاد موت الشخص اللي محمله. فبيلاقوا إن الموضوع ممتع وبيقرروا كلهم يجربوه. وفعلا كل واحد فيهم طلع موبايله وبدأ ينزل البرنامج، ومنهم بنت اسمها كورتي. وأول لما نزلت البرنامج وافقت على الشروط بتاعته من غير ما تقراها، ووقتها بيظهر لهم كلهم ميعاد موتهم، وبيكونوا هيموتوا بعد سنين كتير ما عدا كورتي. كان مكتوب لها في البرنامج إن هي هتموت كمان 3 ساعات. ووقتها بيبدأ العد التنازلي يشتغل عندها في الموبايل، ولما بيخلصوا كلهم وبينزلوا، كورتي بتنزل تركب العربية مع صاحبها إيفان. ووقتها بيكون إيفان مش في وعيه، فكورتي ما بترضاش تركب معاه وبتنزل تتمشى عشان بتخاف لا يكون هو السبب في موتها. وفي الوقت ده بيجي لها رسالة من البرنامج وبيقول لها إن هي خلفت القواعد. فكورتي بتستغرب بس بتكمل ماشي عادي. ووقتها بتبدأ تحس إن في حد وراها بيراقبها، فبتخاف جدا وبتجري على البيت على طول. ولما دخلت البيت وافتكرت إن هي كده في أمان، سمعت صوت جاي من ورا ستارة الحمام، بس لما فتحت الستارة ملقتش حد. وبعد شوية بتلاقي إن الستارة اتقفلت تاني، ولما رجعت عشان تفتحها تاني في حاجة غريبة شدتها لفوق، وبعدها اترمت على حرف البانيو وماتت. وفي نفس الوقت بنشوف إن إيفان صاحبها عمل حادثة بالعربية، وإن في جذع شجرة مخترق الكرسي اللي جنبه، وده نفس الكرسي اللي كانت هتركب عليه كورتي. يعني كده كده في الحالتين كانت هتموت. وبعدين بنروح لممرضة تحت التدريب اسمها كوين، ودي كانت المسؤولة عن حالة إيفان بعد الحادثة. ولما راحت لإيفان لقيته قاعد لوحده ويائس، فسألته عن السبب، فقال لها إنه هيموت في العملية اللي هيعملها بكرة، وده لأن البرنامج اللي نزله بيقول إنه هيموت بعد 19 ساعة، وده نفس ميعاد العملية بالظبط. وبعدها بيحكي لها عن كورتي صاحبته، وقال لها إنها كانت خايفة تركب جنبه كأنها كانت حاسة إنها هتموت، ومع ذلك ماتت برضه. فكوين وقتها بتحاول تطمنه وبتقوله إن البرنامج مزيف، وبتقوله موت كورتي كان صدفة مش أكتر. وبعدها بترجعه لأوضته، وبتلاقي في نفس الوقت إن زمايلها في المستشفى عاملين لها حفلة بمناسبة إنها بقت ممرضة رسميا. وبيفضل زميلها سكوت ياكل في التورتة، فبتقول له زميلته إن السكر هيضر بصحته. فوقتها كوين بتقترح على سكوت إنه ينزل برنامج العد التنازلي، ففعلا بينزله سكوت، وبيلاقي إنه هيموت بعد 53 سنة، وبيلاقي إن فكرة البرنامج مسلية، فبيشير لكل زمايله في المستشفى رابط تحميل البرنامج. وفعلا كلهم نزلوه، ومنهم دكتور سوليفان اللي بيلاقي إنه هيموت بعد 57 سنة. ولما كوين بتخرج عشان تروح بتلاقي الرسالة اللي بعتها سكوت، فبتقرر هي كمان إنها تنزل البرنامج، وبتوافق برضه على الشروط من غير ما تقراها. وبتلاقي في البرنامج إن ميعاد موتها بعد يومين، فما اهتمتش للموضوع ده. وبعدها كوين بتكون محتاجة شهادة ميلاد لحاجة تبع شغلها، وبتروح بيت أهلها عشان تجيب الشهادة منه. بس وهي هناك بتحس إن في صوت جاي من الدولاب، وأول ما بتفتح الدولاب بتلاقي أختها مستخبية وكان معاها صاحبتها. وبعدها لقت الشهادة وخدتها، بس وهي خارجة بتقابل باباها وبتقوله إن هي نفسها تقعد معاه وقت أكتر، بس مش هينفع عشان شغلها. فباباها بيقول لها إن هما هيروحوا يزوروا قبر والدتها يوم السبت. فكوين بتوافق، وبعدها بتودعه وتمشي. وفي اليوم اللي بعده بيكون قرب ميعاد عملية إيفن، وبيكون ماسك الموبايل طول الوقت وعمال يبص في البرنامج على ميعاد موته. وللأسف بيبقى باقي 3 دقايق بس، فبيقرر وقتها إنه يمشي وما يعملش العملية. وأول ما بيطلع من الأوضة بيجيله رسالة من البرنامج وبيقوله إنه خالف القواعد. ووقتها بيشوف في مراية المستشفى إن في خيال مراقبه، ولما بيلف بسرعة ما بيلاقيش حاجة وراه، بس برضه بيكون لسه موجود في المراية. فإيفان بيترعب وبيخاف وبيجري على السلم، بس بيلاقي كورتي قدامه، ودي المفروض إنها ميتة. وكورتي على طول بتهجم عليه، فبينط من فوق المبنى وبينزل ميت. وبرضه العد التنازلي في البرنامج بيكون خلص هو كمان. وبعدها بنرجع لكوين، وبتعرف وقتها إن إيفن مات، وبتفتكر كلامه عن البرنامج، فبتروح اوضته على طول وبتلاقي التليفون بتاعه، بس بتلاقي ان هو محتاج بصمة عشان تفتحه. فعلى طول بتروح له المشرحة وبتفتح التليفون ببصمة ايده، ووقتها بتلاقي العد التنازلي 0. فكوين بتقلق، ولما بتبص في موبايلها بتلاقي انها هتموت كمان يومين، وده نفس ميعاد مشوار المقابر مع باباها.
فبتتصل على طول بباباها وبتلغي الميعاد، وبعد ما بتقفل بتلاقي رسالة جات لها من البرنامج إنها خلفت القواعد، فبتحس بخيال جنبها، ولما بتحاول تشوف ايه ده ما بتلاقيش حاجة. ووقتها بيجيلها دكتور سوليفان وبيقول لها انه محتاج منها انها تساعده في حالة، بس لما راحت معاه دكتور سوليفان كان بيحاول يتحرش بيها، بس وقتها كوين كانت بتصده، فدكتور سوليفان بيعتذر لها. وبالليل لما كوين روحت البيت كانت بتحاول تفتح البرنامج بس للأسف معرفتش، فبتحاول تفتح البرنامج على النت، فبتلاقي صورة كورتي صاحبة إيفين اللي ماتت، وبتلاقي كومنتات كتير بتقول إن البرنامج ده حقيقي مش هزار، وبتلاقي فيديو لواحدة بتقول إن هي لما نزلت البرنامج بدأت تشوف خيالات. فوقتها كوين لقت إيفن واقف قدامها وكان بيصرخ في وشها وبعدها اختفى، فكوين بتخاف جدا وبتكسر التليفون بتاعها، وبعدها بتطلع عشان تبات في العربية. وفي اليوم اللي بعده جات لها جوردن وصحتها، وبعد لما دخلوا البيت جوردن بتلاقي موبايل كوين مكسور وكان عليه رسالة من برنامج العد التنازلي، وبتبدأ كوين تحكي لأختها عن البرنامج، بس أختها ما بتصدقش وبتقول لها دي خرافات. وبعدين جوردن قالت لها إن هي هتقعد معاها يومين عشان باباها مسافر، لكن كوين رفضت وقالت لها إنها لازم تروح. وبعدها بتروح كوين لمحل تليفونات عشان تشتري موبايل جديد، ولما بتفتح الموبايل مش بتلاقي إن البرنامج موجود عليه، وقبل ما بتمشي بتلاقي إن البرنامج اتثبت لوحده على التليفون، فبترجع لصاحب المحل وبتقوله إن في برنامج اتثبت على التليفون لوحده، فبيحاول وقتها صاحب المحل إنه يمسح البرنامج ده لكنه برضه بيفشل، فكوين بتضطر إنها تاخد التليفون وترجع لعربيتها، ووقتها بتلاقي في إيد غريبة مسكتها، فبتدوس على البنزين على طول وبتخبط العربية. وقبل ما صاحب العربية التانية يتخانق معاها بيجي واحد كان سامعها في المحل اسمه مات وبيدافع عنها وبيوريها نفس البرنامج وبيعرفها ان فاضله 18 ساعة بس، فبيروحوا هما الاتنين بار، ومات بيقول لها ان جاله رسالة من البرنامج بمخالفة القواعد، ومن ساعتها وهو بيشوف خيالات. فكوين قالت له ان هما وافقوا على اتفاقية البرنامج من غير ما يقروها، ووقتها بيلاقوا جنبهم راجل شكله مجنون، فبيجيلهم فكرة ان هما يحملوا البرنامج عنده ويقروا الاتفاقية، وبيعملوا كده فعلا، وبيلاقوا ان غير مسموح للمستخدم انه يغير مصيره، لانه لو عمل كده هيبقى غير الاتفاق وهيتم معاقبته. فوقتها بتفتكر كوين ان هي لغت مشوار المقبرة مع باباها، وده اليوم اللي كان متوافق مع ميعاد موتها، وبتفهم بكده انها خلفت الاتفاقية. ومات برضه قال لها انه كان عنده رحلة بس لغاها وغير مصيره، وبكده يبقى هو كمان خالف القواعد. وبعدها مات وكوين بيروحوا للقسيس الخاص بالمستشفى، فنصحهم بقسيس تاني افضل منه. وفي الوقت ده بتيجي واحدة من المسؤولين لكوين وبتقول لها انها عايزاها في حاجة، ومات وقتها بيروح الحمام وبيكون في حد بيحاول يفتح عليه وبيعرف انه طفل، بس الطفل مشي. ومات لما طلع عشان يغسل ايديه بيسمع صوت طفل بيبكي جوه الحمام، وبيشوفه وهو بيتحرك بين جدران الحمامات، وبعدها رجل الطفل بتتقلب وبيختفي، وفجأة النور بيقطع ومات بيلاقي الباب اللي وراه اتفتح، وأول لما بص جوه الحمام لقى طفل مرعب بيهجم عليه، وبعدها أول ما النور جه الطفل ده اختفى، فمات على طول بيطلع يجري من الحمام. ومن ناحية تانية كوين وصلت مع المسؤولة وكانوا عاملين لها تحقيق، والتحقيق ده كان دكتور سوليفان عامله ضدها وبيقول ان هي اتحرشت بيه، فبتحاول كوين تفهمهم ان العكس هو اللي حصل، بس محدش بيصدقها فبتتعصب وبتخرج. وبعدها بتروح مع مات للقسيس اللي قال لهم عليه وبيبدأوا يكلموه عن البرنامج، فبيقول لهم ان قصتهم زي قصة حصلت زمان مع الامير، والامير ده كان هيقود الجيش بتاعه المعركة، ووقتها بيلجأ الامير لساحرة تعرفه ميعاد موته، فالساحرة بتديله مخطوطة رقمها 100، ووقتها بيكتشف الامير انه هيموت في المعركة، وعشان هو جبان ما راحش الحرب، ومن ساعتها وهو بيشوف خيالات. فرجع الامير تاني للساحرة وقال لها انه بيشوف خيالات وملك الموت بيطارده، فبتطمنه وبتقوله ان اللي بيطارده ده مش ملاك الموت، وان ملاك الموت كان هياخد روحه في الحرب لو ما كانش خالف مصيره، وقالت له ان اللي بيطارده ده شيطان اسمه اوزن وهيفضل يعذبه لحد ميعاد موته اللي كان مكتوب في المخطوطة. ووقتها القسيس بيقول لهم ان البرنامج اللي هم بيتكلموا عليه نسخة حديثة من المخطوطة وما كانش عنده اي حل ليهم، فبعدها مشيوا من عنده ورجعوا لمحل الموبايلات اللي كوين جابت منه الموبايل، وصاحب المحل ده كان اسمه دوك، وكوين ومات طلبوا منه ان هو يهكر البرنامج مقابل انهم هيدوله الفلوس اللي هو عايزها،
فدوك بيوافق، وبينجح فعلا دوك انه يهكر البرنامج، وبيقدر يزود الساعات لكل الناس اللي حملوا البرنامج. وبعدها مات وكوين بيفتكروا ان كده خلاص خلصوا من اللعنة، وكوين عرضت على مات انه يبات معاها النهاردة عشان هي برضه كانت لسه خايفة. ولما وصلوا البيت عند كوين بتحاول تهون عليه، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض طول الليل. وبعدها لما بيناموا كوين بتشوف خيال ورا الباب، فبتحاول تصحي مات. واول لما الباب بيتفتح بتلاقي ان مات داخل منه، وبيقول لها انها كانت بتناديله. فكوين استغربت عشان مين اللي نايم جنبها ده. وبعدها فجأة اتسحبت تحت الغطا وبدأت تصوت. وبعدها الشخص اللي سحبها اختفى. ولما جم يبصوا في موبايلاتهم بيلاقوا ان العد التنازلي رجع تاني زي الاول، وان مات هيموت كمان ساعتين، وكوين هتموت بعد 4 ساعات. ففي الوقت ده كوين بتفتكر اختها اللي نزلت البرنامج هي كمان بسببها. فكوين بتكلم جوردن، وجوردن لما كانت رايحه تاخد موبايلها بتلاقي ان في حد حط ايده عليها، وبتبدا هي كمان تشوف خيالات. ولما جوردن بتجري على الباب بتلاقي ان كوين ومات راحوا لها. وبعدها كوين بتاخد اختها وبيروحوا كلهم للقسيس، وكوين بتوريله صوره من جوه البرنامج. فالقسيس وقتها بيقول لهم ان البرنامج ده لعنه، وطريقه كسر اللعنه ان هم يخلوا حد ينزل البرنامج ويموتوه قبل الميعاد بتاعه، او يعملوا العكس انهم يخلوه يعيش بعد ميعاده حتى لو لثانيه واحده. ولو عملوا كده هينجحوا ان هم يفكوا اللعنه. وقال لهم ان هو يقدر يعمل لهم دايره حمايه شافها في كتاب، ودي ممكن تحميهم من الشيطان. وفعلا بعدها بيعمل لهم دايره شبه اللي في الكتاب، وبيقعدوا كلهم فيها. وبعدها فجاه النور بيطفي، وبيظهر فعلا قدامهم الشيطان اوزيل، لكنه ما كانش قادر يوصل لهم. فاوزيل بيلجأ لخدعه تانية، ووقتها حول نفسه لشكل جيف اخو مات عشان يحاول يأثر عليه ويخليه يخرج من الدايره. وفعلا بينجح في ده، ومات بيخرج رجله. فاوزيل على طول بيفضل يسحبه في اتجاهه وحطه في نص الطريق. وفي الوقت ده جت عربيه وخبطت مات وموتته. وبرضه البرنامج اللي في الموبايل بتاعه بيكون مبين ان مدته خلصت. وكوين طبعا كانت مصدومه، بس بعدها بتلاقي ان جوردن اختها مصابه، فبتاخدها وتوديها للمستشفى. وبتشوف ساعتها كوين في الاخبار ان القطر اللي كان هيركبه مات اتقلب، وكل الناس اللي كانت فيه ماتت. وبعدها كوين بتلاقي ان دكتور سلوفانا المتحرش هو اللي بيعالج اختها، فراحت لها على طول. وبتلاقي ان فاضل على موتها 18 دقيقة، وعلى موتها هي 14 دقيقة. فبتروح كوين لدكتور سلوفانا وبتقول له ان هي عايزة تتكلم معاه في الأوضة المقفولة. وبتكون خطة كوين ان هي تقتله قبل ميعاده في البرنامج، ولو عملت كده هيبقى كسرت اللعنة زي ما القسيس قال لها. وفعلا كوين هجمت عليه وبدأت تضربه، بس قبل ما بتديله الحقنة اللي فيها السم بيتسحب من تحتها. فبتعرف بكده ان خطتها هتنجح، واوزن هو اللي بيساعده. وبعدها كوين بتبدأ تدور على سلوفانا، واخيرا بتلاقيه. بس برضه قبل ما تقتله اوزن بيرميها بعيد. ولما بتقوم تاني بتسمع صوت صريخ اختها اللي اوزن كان هيقتلها عشان ميعادها كان فاضل فيه دقيقة. فكوين بتهدده وبتقوله انها هتموت نفسها قبل الميعاد، وبكده برضه يبقى كسرت اللعنة. فبيتجسد اوزن على شكل مامتها عشان يمنعها من الانتحار، لكنها برضه بتموت نفسها. وساعتها بيتحول اوزن لتراب. وبعدها بتجري جوردن على كوين وبتلاقي جنبها ترياق، فبتفهم خطة كوين وبتاخد الترياق ده وتديهولها. وفعلا بعد ما خدت الحقنة فاقت، ورجعوا كلهم تاني لحياتهم الطبيعية. وبعد فترة راحت كوين عشان تزور قبر مامتها، بس فجأة بيجيلها رسالة على الموبايل وبتقول إن البرنامج نزل تاني. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.